السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من هنتعلم فتنس. انا بقالي كتير جدا ما سجلتش اي حاجه جديده، بس يعني الفيديو ده جه في بالي ان انا اسجله. الفيديو ده هتكلم عن الكربوهيدرات ودورها بعد التمرين. في اعتقاد ان الكربوهيدرات دي حاجه سيئه جدا، وان انا الكربوهيدرات دي بتحول في جسمي لدهون، ودي بترفع يعني حتى الناس بتقولش بترفع الانسولين، بترفع السكر في الدم. آم، ف ف فدوت بي يعني في الاخر اثرها كلها سيئه. فانا ايه الحل؟ ايه يا جماعه؟ لا، انا اقطع السكر والكربوهيدرات، وطبعا انا مش هاخد كربوهيدرات بعد التمرين عشان ما اضيعش اللي انا عملته في التمرين. الاعتقاد ده، الكلام ده يعني خليط ما بين حاجات صحيحة وحاجات اعتقادات خاطئة. آم، الحاجة ايه اللي بيحصل؟ بس خلينا نفهم الاول ايه اللي بيحصل في الجيم لما بتتمرن بتعمل سترينث تريننج. انت اول حاجة بتحصل ان انت جسمك لما بتيجي ترفع اوزان او كده، جسمك بيبقى محتاج طاقة في يعني immediately، او يعني حالا، يعني ان هي ايه؟ الطاقة دي هي بيجيبها من وحدة من الطاقة المخزنة جوه العضلات اللي هي ال ATP. هي دي ATP، ده ادينوسين تراي فوسفات، ده وحدة الطاقة في الجسم. فدي طاقة بيور، انا باخد طاقة بيور بحرقها. العضلة بتاخد تستخدم الكلام ده من ثانيتين لثلاث ثواني. بس انا بشيل بقى، انا بشيل يا دقيقة ولا 30 ثانية، يعني مش ثانيتين ثلاثة بس. بعد كده كلامك صح، ما بعد كده 6 ل 8 ثواني في عندك الفوسفوكرياتين اللي متخزن جوه برضو العضلات. ده بيبتدي ايه؟ بيستخدم حاجة سريعة جدا ان هو ايه؟ يبتدي يعيد تخليق الايه ال ATP، فيحصل يبقى عندك وحدات طاقة جديدة اللي هي ATP، فيبتدي تقدر تشتغل 6 8 ثواني كمان. بعد كده بيلجأ للجلايكوجين بقى اللي متخزن في العضلات، يحوله لطاقة ل ATP، والجلايكوجين اللي في الكبد يحوله ل ATP. والموضوع ده بيفضل ايه جوه طول ما انت شغال. وطبعا الجلوكوز، لو في جلوكوز في الدم بيتم استهلاكه. فانت لو بتمرن تمرينة قوية، كل ده بيتم استهلاكه، استنزافه تماما. ماشي. جسمك بيحس بالكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ تخيل بقى اللي بيحصل. انت اتمرنت تمرينه كبيره يعني فوق 60 دقيقه، وجسمك بقى بيبتدي ايه؟ يعني حاله قحط بقى، يعني مفيش جلوكوز، مفيش جلايكوجين. الجلايكوجين تم استهلاكه. 200 جرام اللي جوه الكبد ممكن اصلا يكون تم استهلاكهم كلهم. وحتى ابتدى ايه الجسم يدي اشارات ان هو الدهون تبتدي تفك، بس الدهون دي بتاخد وقت عشان تفك، عشان تبتدي تتفك وتطلع منها طاقه. فكل ده بيدي حالة ستريس في الجسم، حالة ستريس. الاستريس ده بيعمل ايه بقى؟ الاستريس ده طبعا يعني ملك الاستريس كله الهرمون كورتيزول. الكورتيزول بيبتدي يترفع في الجسم. الكورتيزول ده مش حاجة وحشة. الكورتيزول ده على فكرة ان هو يعني لو بيقوم بدوره بس هو حاجة زي الفل. بس هو لما بيرفع بيبقى هدفه ان هو يموبيلايز الطاقة، بيسيف الطاقة في الجسم. اما بيحب، مش عايز فيه طاقة تستهلك كتير او يعني تضييع للطاقة. فبيقول للجسم يعني ايه؟ بيبقى ليه شوية سايد افكتس على الجسم، وكلها عكس البناء. انا في وسط التمرين لو كورتيزول اترفع تمبرلي مفيش مشكله، او يعني بشكل مؤقت. لان الفكره كلها ان انا في التمرين، وده برضو اعتقاد ممكن يكون برضو الناس مش فاهمه كده، بس يعني انت في التمرين مش بتقوم بعمليه بناء. بيقول لك انا بروح تمرين عشان ابني عضلاتي. لا، التمرين ده انت بتروح بتهدم عضلاتك عشان يتم بنائها بعد كده في وقت الريست وبعد التمرين بشكل اقوى. لكن انت بتروح في الحقيقه انت بتروح الجيم تكسر عضلاتك.
فالمهم ان انت بتيجي وصلنا لمرحله ان خلاص كله فالكورتيزول عالي، وخلاص انا خلصت التمرين وحصل ميكانيكال تنشن على العضلات، والعضلات كلها اوريدي ممكن حتى توصل لمرحله يحصل مايكرو تيرز في العضلات. فكل ده مدي ستريس، ده في حريقه جوه. يعني هو الجسم مش بيفهم، يعني مش بيفهم ان ده تمرين ان انا بعمل كده اون بيربس، لا هو شايف ان ده في ستريس، في حريقه جوه لازم ايه يتطفى. فهي الفكره كلها ان الكورتيزول ده مطلع بقى الاشارات بتاعته ديت، عايزين موبيلايز الطاقه يا جماعه، وسيف اي حاجه عايزه طاقه لا اقفلها دلوقتي، لان انا عايز موبيلايز طاقه، لان انا اوريدي انا في حاله ايه، انا في كرايسيس جوه، في طاقه قليله جدا، الجلايكوجين راح والجسم محتاج طاقه وانا مش عارف اعمل ايه. فمعلش اقفل لي كل الحاجات اللي محتاجه طاقه. مين بقى اللي محتاج طاقه بعد ما خلاص انا دلوقتي بقى خلاص تمرين؟ مين محتاج طاقه دلوقتي؟ او انا محتاج اعمل ايه بقى بعد التمرين؟ انا هديت في التمرين، كسرت العضلات، محتاج ابنيها. طب البناء ده بيتم ازاي؟ ان هرمون التستوستيرون بيطلع، بيبقى ده بقى عكس الكورتيزول، ده رئيس العمال بتوع البناء. يلا يا جماعه نبني، هات لي طاقه دخلها جوه السيلز، جواها دخل النيوترينتس كلها او المغذيات كلها جوه الخلايا، عشان احنا ايه، هنعيد بناء العضله، هنعيد بناء العضله. طيب احنا وصلنا للمرحله ديت ان احنا بنعيد بناء العضله، وبندخل المغذيات. ايه المغذيات اللي انا باخدها اوريدي بعد التمرين؟ البروتين. فانا مدخل البروتين، انت خلصت التمرين زي البرنس وبتاخد بروتين شيك ومكتفي بالكلام ده، بس لسه عندك مشكله ان انت مفيش ما في الجلايكوجين، لسه ما حلتش مشكله الجلايكوجين دي، وما حلتش مشكله الستريس، السكر القليل اللي في الدم. يعني حتى لو في كاربس مع جوه البروتين شيك بتاعك ما هياش كافيه، هتبقى قد ايه يعني 5 جرام 4 جرام، مش كافي. فانت الحل ساعتها ان انت مع البروتين شيك، لو بتاخد حاجه مثلا بروتين سريع الممتص زي الواي بروتين ايزوليت مثلا ولا حاجه، او حتى كونسنتريت، ده بتاخد معاه كربوهيدرات سريعه الامتصاص. زي ايه؟ عندك حاجات مثلا رايس كيك، عندك في نوع من انواع السكر اسمه ديكستروز، ده بيتباع في سبلمنتس وحاجات كده يعني. ده برضو ده كويس جدا، كلين كارب. وانت الكربوهيدرات اللي هتجيلك منه هي مثلا لو تغطي احتياجاتك اللي هي نص جرام لكل كيلو في جسمك، محتاج مثلا نقول ايه، لو انت وزنك 80 كيلو محتاج 40 جرام، ده هتاخده ب 150 كالوري، فيعني ولا حاجه. بس في المقابل ايه بقى؟ خدت كربوهيدرات، الانسولين عالي في دمك، الانسولين عالي، الانسولين ده بيعمل زي التراكس اللي مدخله بقى الحاجات ده. يلا يا جماعه هو معاه مفاتيح الخلايا، افتحوا لي الخلايا دي كلها عشان انا جايب لكم ايه، نيوترينتس بالهبل، هدخلوها عشان هنعيد بقى بناء الايه، الخلايا، هنصلح الخليه، احنا في الريبير مود، في حاجه اسمها انابوليك ويندو، او النافذه الذهبيه اللي بتخليك ان انت تبني العضله والكلام ده، دي بتبقى بعد التمرين بفتره. يعني مؤخرا بيقولوا ان هي ممكن لغايه ساعتين مثلا ولا حاجه بعد التمرين، دي جسمك شغال فيها في سويتش جوه الخلايا اسمه MTOR، جوه كل خليه في سويتش، ده سويتش البناء. فانا لازم اعدي على كل خليه ابني، يعني اشغل السويتش ده. لو انت ما التستوستيرون ما دخلش، التستوستيرون ما اداش اوامره، والانسولين مش عارف والانسولين مش موجود عشان ما فيش سكر في الدم، والبروتين ماشي موجود، هو صحيح موجود بس مش عارف يعمل حاجه، او مش عارف اعمل بيه حاجه، الجسم مش عارف يعمل بيه حاجه، فانا كده ما استفدتش يعني انت اصلا ضيعت الايفكت بتاع نص البروتين اللي بتاخده. ماشي. فانت فالصح ان واحد بعد التمرين خد بروتين شيك، وخد معاه ان شاء الله حتى معلقتين عسل او موزه، علشان تاخد كربوهيدرات تخليك ان انت تقدر تستفيد بالتمرين. والكربوهيدرات في الحاله دي مش هيتحول لدهون، ده بالعكس، ده جسمك عامل زي السفنجه ساعتها، هيمتص اي كربوهيدرات داخلاله، وهي
الكربوهيدرات دي هيستخدمها efficiently او بشكل مثالي يعني. وساعتها هتبقى استفدت بالبروتين اللي انت خدته بكل حاجه، واستفدت بتمرينتك. بالعكس، ده الكربوهيدرات ده هيخليك ان انت تستفيد من تمرينتك استفاده كامله، مش هتضيع تمرينتك على الارض ولا حاجه زي ما الناس بتقول. الكربوهيدرات مش هيتحول لدهون غير لو انت كلت كميات رهيبه، او انت مثلا كلت دهون يعني مع الكربوهيدرات. مثلا حد يقول لك انا هاخد كربوهيدرات، فانا هاخد مثلا رز بالشعريه بالزبده مش عارف ايه بتاع الكلام ده كده، ده بيهزر طبعا. بس لكن كربوهيدرات عاديه كلين كارب ده مفيش فيه مشكله طبعا. انا بتكلم على الشخص الصحيح السليم. اي حد تاني ليه عنده اي حاله خاصه طبيه خاصه طبعا يرجع للدكتور بتاعه. واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.